ازيكم. تعالوا النهارده جايبه لكم اسرع طريقه للحمه ممكن تجربوها. اسرع طريقه، اللحمه بتتعمل بسرعه جدا جدا جدا. هنعمل طاجن كده زي بتوع المطاعم الكبيره اللي بتحب الاكل الحرش. ايوه، طاجن لحمه حرش من الاخر، بجد تحفه. يلا نبدا. هنجيب الطاسه ونحط فيها معلقه سمنه او زبده ونستنى لما تسخن جدا وننزل عليها باللحمه، نديها صدمه كده ونستنى لحد ما تاخد لون واللحمه كده تبدا لونها يغير، ونبدا بقى نطلعها من الطاسه. انا حطيت عليها وهي بتتشوح معلقه، اقل من معلقه فلفل اسود، رشه فلفل اسود بس كده عليها. خلاص اتشوحت وخدت معايا لون، طلعتها بقى من الطاسه. وفي نفس المكان ده اللي اللحمه بقى منزله فيه الصوص بتاعها، خدوا بالكم ان اللحمه بتاعتي ملبسه، مش لحمه مش كباب حله يعني. تمام. نزلت بقى مكانها بالبصل، بدأت تديله تقليبتين صغننين كده. اول ما بدأ ياخد تقليبتين صغيرين يشم بس ريحة النار، نزلت عليه بمعلقة توم. معلقة توم دي يعني حوالي فصين توم او 3 فصوص توم. لو مش عايزة تحطي توم ما تحطيش، بس هو بيدي طعم وريحة حلوة قوي. خدت تقليبتين كده، نزلت بقى عليه بالسماق والفلفل الاسود. خدوا بالكم البصل بيعشق السماق والسماق بتعشق البصل. السماق بتدي طعم جميل جدا في البصل بالذات او في كرمله البصل. بدات بقى انزل بباقي التوابل، جنزبيل بقى باودر، قرفه باودر، بصل باودر. نزلت كمان بقى 4 فصوص حبهان وورق لورا. كمان بقى لو انت عايزه تنزلي عليها بجوز الطيب، هي بتدي طعم حلو الصراحه جدا في اللحمه، لكن بيقال ان جوز الطيب حرام، فالصراحه ما بنحبش يعني ابعد عن الشبهات يعني. نزلت بقى باللحمه، قلبتها كده واديتها تشويحه مع البصل عشان تاخد طعم التوابل اللي احنا حاطيناه في البصل. وبعديها نزلت بقى بمعلقه كبيره معجون طماطم. لو انت ما عندكيش معجون طماطم ممكن تنزلي بمعلقتين كده من الصلصه المتسبكه العاديه. تمام. هسيبها بقى كده تاخد تقليبه، وبعديها انزل عليها بميه مغليه. يا جماعه لازم الميه تكون مغليه بتاعه اللحمه. طول ما احنا شغالين في اللحمه احنا هنكون مجهزين جنبنا ميه مغليه. شغلي الكتل كده، كل ما تاخدي منه زوديه تاني وشغليه، علشان اللحمه لما بنزودها ميه عاديه هي بتوقف تسويتها. تمام. اول بقى ما كل شويه كده ابص عليها، اول ما تبدا اللحمه تبدا تجلي والبصل يكرمل اكتر، الميه تقل، ازود تاني لحد ما تاخد حوالي 3/4 سوا. ليه 3/4 سوا؟ هوقف عندها الخطوه دي علشان انا المفروض بقى ادخلها في طاجن. لو انت هتعمليها في طاسه زي ما هي كده، يبقى مش هتيجي جنبها وتقعدي تزودي لها ميه لحد ما تستوي سوا كامل. طب لو انت هتعمليها في ورقه لحمه، يعني ورقه زبده وبعديها ورق فويل وتدخليها برضو، هتحطيها، هتستني اول ما تاخد 3/4 سوا وتبداي تنزلي عليها بالملح. لو حطيتي الملح من اول الوصفه اللحمه مش هتستوي معاكي. بس هنا بقى انا كنت خلاص حطيت لها الملح وسبتها بقى تاخد تقليبه كده. انا زودت لها ميه تاني بقى، انا سبتها تاخد غلوه كده فيها، على اساس ان الملح برضو يتشبع كده بالطعم قبل ما ندخله، عشان ادوقها واتاكد من حيائها قبل ما احطها في الفرن. حطيتها بقى في الطاجن زي ما قلت لكم، للاسف الطاجن الصغير بتاعي اتكسر فاضطريت احطها في طاجن كبير. حطيتها في الطاجن اللي موجود عندي، وكنت مظبطه لها ملح، زودت لها شويه ميه كده عشان انا بحب الصوص كده اللي فيها ناخده جنب شويه رز. عملت فعلا شويه رز كده جنبها، وعايزه اقول لكم كانت طالعه تحفه. وانا زودت التسويه بتاعتها شويه عشان بحب الدهنه اللي فيها او السمين اللي فيها يبقى كمان متحمص. طالعه روعه، لازم تجربوها. ولازم كمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم جدا.